بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أنه لا إله إلا الله، وأشهد أنه محمدا رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. والسلام موصول إلى شعب البحرين الحر الأبي أينما كان، إن كان في المعتقل أو كان في المهجر أو كان على صدر الوطن. وكذلك أريد الاعتذار من شعب البحرين الحر العزيز على التقصير الذي بذل مني تجاه المطالبة بحقوقه تحت هذه القبة، فأنا أعتذر لكم وأقبل أياديكم. ولو اجتمعوا الإنس والجن على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر الله. فمن هنا أقول اجتماعكم هذا ومجلسكم الوطني الذي أقمتموه في وقت غير اعتيادي، وكان القصد منه تقليد القبضة الأمنية على الحراك الشعبي السلمي في البحرين، السلمي نعم في البحرين. واثنين، تفعيل قوانين كما تقولون تتصدى إلى الإرهاب. نعم كلنا ضد الإرهاب، يدي بيدكم وأنا معكم، ولكن لنقف لدقائق بسيطة ونعرف الإرهاب. ما هو الإرهاب؟ هل الإرهاب أن يقول الشعب إنه مثلا يريد حكومة منتخبة؟ هل الإرهاب أن يقول الشعب أنه يريد مجلس كامل الصلاحيات، قضاء مستقل؟ اسكت طبق اللائحة عليه، طبق اللائحة عليه، هذه سكتة. الأخ أحمد، هل وهذه الوقت طبعا تعوضني عليه، كل ما يتكلم واحد تعوضني عن الوقت هذه. فمجلس كامل الصلاحيات، قضاء مستقل، توزيع الثروات بشكل عادل، توقيف التجنيس السياسي. هل هذا إرهاب؟ أو الإرهاب يوجد هناك في الطرف الآخر وضع الأيادي على مقدرات الأمة وعلى أموالها وعلى خيراتها، سرقة الأراضي والسواحل، التنكيل بالشعب والسحله وسجنه وقتله في السجون والمعتقلات. أين الإرهاب؟ فإن كنتم حقيقة تخشون المسؤولين والحكام فالله أولى أن تخشونه، فكلمة الحق والعدل ميزان السماوات والأرض. فأختصر عليكم محمد، أعطيتهم كلهم 4 دقائق و5 دقائق، خلنا نكمل. عبد الحكيم الشمري، أختصر عليكم، واقسم بالله العلي العظيم لن نرجع ولن نخاف ولو قلدتم القبضة الأمنية. وهذا وزير الداخلية موجود معكم هنا، نقول لن نخشاك ولن نخاف أبدا. سنواصل. ورسالتي الأخيرة إلى أخي وعزيزي المناضل الشيخ علي سلمان، أقول اذهب بالحراك ونحن معك، فدمي قبل دمك وصدري قبل صدرك، وإن شاء الله سوف نلتقي عند نقطة الانتصار، وإن شاء الله سوف نلتقي عند نقطة الانتصار. وهذا كتاب الله، وعاهدك وعاهد الله. يقلق الميكروفون. السكتي حسين، استريح بارك الله، استريح بارك الله فيك، استريح.